شفتهم وهم قدامي في المدرج انا في قمه الحزن مش شايفكم لسبب واحد، انكم موظفين في جامعه الازهر ودرستوا في الازهر وبتاكلوا المام من الازهر وهدومكم اللي عليكم دي من الازهر. الازهر ما بيقولش النقاب، ما فيهوش نقاب ولا بيعلم العيال النقاب ولا عندنا كلمه نقاب. يبقى انتوا خدتوا الكلام ده من حد تاني شكمنا ضحك عليكم. إني أرى النقاب واجبا، وغريب أمر شخص يقال إنه عميد إحدى الكليات يخرج على الموظفات عنده ويقول إنه يحزن أن يراهن منقبات، فبئس ما صنع وبئس ما قال. وسيكتب قوله يوم يلقى ربه في صحيفة عمله، سيكتب قوله وسيلقاه وسيحاسب عنه بين يدي الله. فبيننا وبين هذا الشخص خصومة يوم الدين، لا يربطنا به نسب ولا تربطنا به قرابة، ولم نتعامل معه في دنيا في تجارة أو غير ذلك، لكن نخاصمه لجرأته على الدين ولهجومه على المتحجبات الممتثلات أمر الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الممتثلات قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. فماذا يقول هذا الشخص الذي يدعي أنه عميد كلية وأنه يحزن إذا رأى المنقبات، ويزعم أنه قال قولا لم يقل به أحد في العالم، وأنه الجريء الذي استطاع أن يتبجح ويهاجم النقاب؟ فربي سائله، هذا الرجل صاحب الهزليات والمداعبات مع النساء على الشاشات يخرج يهاجم النقاب بهذه الطريقة الفجة. إن الله سائله. ألم يقرأ أن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة؟ ما شأن أزواج النبي؟ هل كن مغطيات الوجوه أم كن كاشفات؟ أيها الرجل يا من تزعم أنك تحزن إذا رأيت المنتقبات، ولم تذكر أنك تحزن لرؤية المتبرجات اللواتي خالفن أمر الله، إذ الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عجيب أمر شخص يحزن إذا رأى المنتقبات المتعففات ولا يهتز أمام المتبرجات. غريب أمر هذا الرجل، فالله سائله، الله سائله، الله سائله، وسيكتب قوله في صحيفة عمله يوم يلقى ربه. أقول إن الشيطان قد سبق إلى القول بمثل هذا القول، ولكل قوم هاد. النقاب شعار أمهات المؤمنين، ولو حتى في قولين لأهل العلم بوجوب النقاب واستحبابه، فهو داخل في المشروعية في النهاية، أنه من دين الله، مش زي ما واحد جاهل بيقول النقاب ملوش أصل في الدين. ده ما قراش ورقة، ما قراش لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، ما قراش البني آدم ده هذا الكلام خالص. بس كما قال القائل: ودارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في أرضهم.